في اللحظة اللي بسجل فيها لحضراتكم دلوقتي لسه الحريقة شغالة رغم جهود رجال المطافي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، ورغم ان الحريقة بدأت حوالي الساعة 1 الظهر النهاردة. ايه تفاصيل الحريق ده ومكانه وايه الخساير وايه حكاية البيت اللي كل شوية يولع او يقع ده؟ في صورة حية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية. ولو حابين تعرفوا كل جديد في محافظة اسكندرية يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش لايك للحلقة وشير كتير. انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. يوم 25/3/2023 انهار سقف الصيدلية اللي موجودة في العقار اللي قدام حضراتكم واللي النهاردة مسكت فيه النار. بتتصاعد الأدخنة دلوقتي منه بشكل كثيف جدا لدرجة إن هي غطت سماء الشوارع المجاورة ليه، العقار اللي موجود في شارع ابن الخطاب بمحطة مصر والتابع لقسم العطارين. العقار المكون من 3 طوابق غير الدور الأرضي اللي موجود فيه محلات وصيدلية. النهاردة الساعة 1 الظهر قامت فيه حريقة كبيرة جدا من الداخل، وعلى طول تحركت قوات الحماية المدنية وقوات أمن من اسم الشرطة، لكن الحريقة استمرت لحوالي 2 أو 3 نتيجة وجود أعمدة خشبية واللي مصنوعة منها أسقف طوابق العقار ده نتيجة قدم بنائه، الأمر اللي استدعى الاستعانة بعدة سيارات من قوات الحماية المدنية بشكل عاجل. البيت خالي من السكان لكن بيشغله بعض المحلات في الدور الأرضي ومنهم صيدلية. يوم 25/3/2023 انهار سقفها على الدكتور راجي صبحي وعمره 51 سنة، الأمر اللي أدى لوفاته في الحال. ومن حوالي 5 سنين انهار جزء من أسقف طوابق نفس العقار لكن برضه بدون أي إصابات زي حريق النهاردة واللي كان بدون أي إصابات نتيجة خلو العقار من السكان. العقار اللي موجود في بداية شارع ابن الخطاب في محطة مصر بيشغلوا بعض المحلات في الدور الأرضي لكن ال3 طوابق غير مأهولة بالسكان تماما. مجهود كبير بذلوا رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة النهاردة وكمان أهل المنطقة في تأمين المرة والبيوت المجاورة للعقار. يمكن حريقة النهاردة ربنا ستر فيها، لكن بنسأل لحد إمتى هيفضل نفس العقار تنهار أسقفه أو تقوم في حرايق اللي أكيد التحقيقات هتوضح كان إيه سببها، ونرجع نقول الحمد لله ربنا ستر. لو حابين تتابعوا معانا كل جديد في محافظة اسكندرية في وقت حدوثه يا ريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والمتابعات والاخبار الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود وكفانا الله شر الوحش وشكرا لكم.